في آخر سنة من الجامعة اشتغلت موظف استقبال في فندق صغير علشان أساعد نفسي في مصاريف الدراسة. والوظيفة دي كانت روتينية إلى حد ما، لحد ما جه اليوم اللي غير كل حاجة. في مرة وأنا بنضف الترابيزة بعد ما مشي ضيف من الضيوف، لقيت ظرف بني مليان على آخره، والظرف ده كان منسي تحت الكرسي. خدت الظرف من غير ما أفكر، ولقيته إنه مش مقفول، فلمحت اللي جواه: أوراق رسمية ومبلغ حلو يعني. طبعا الشعور الأول كان غريزي، هو إني فرحان باللي لقيته. فكرت إن المبلغ ده هيحللي كتير من المشاكل، لكن في ثانية الشعور ده راح، ولقيت صراع داخلي جوايا حاد. بصراحة شكله قدام نفسي، وصدق في العمل، وطبعا خايف إن أفتح باب لذنب أنا مش قده. افتكرت أبويا وهو بيقول لي: الأمانة مش قدام الناس، الأمانة بينك وبين مرايتك لما تبص ليها في الصبح. وطبعا تنزلت عن رد فعلي الأولاني، ورحت للمدير واديته الظرف زي ما هو، وقلت له على المكان اللي لقيته فيه. دخلت السيد المدير لقيته قاعد: أنا لقيت الظرف ده تحت الكرسي. وكان رده بسيط جدا: شكرا، احنا هنتصل بالضيف لو كان ساب طريقة نتواصل معاه بيها. ما فكرتش في الموضوع تاني، وخلاص بقى الموضوع خلص يعني. بعد أسبوع لقيت المدير طالبني، ورحت له المكتب، وراجل صاحب الظرف كان قاعد جوه. بصلي وشكرني وقال لي شوية كلام عمري ما نسيته. قال لي ايه بقى: انت ما تعلمتش في الجامعة ازاي تكون امين، انت جيت هنا عشان تعلمنا احنا معنى الامانة. تقدر تشتغل هنا بعد التخرج مكانك محفوظ، او في الشركة بتاعتي برضو مكانك موجود دايما، لان عندك صفة الامانة. وما كانتش الامانة في اللحظة دي مجرد فضيلة اخلاقية بس، دي كانت اقوى استثمار في سمعتي ومستقبلي. وكان الظرف المقفول ده اصعب امتحان عدى عليا، وجبت فيه على درجة في حياتي العملية.